يا صباح الفل. اوكي، هنعمل ايه النهارده؟ النهارده هنروح بريمن، هنقابل ادريانو. بالنسبه لي ادريانو هنتكلم عن 3 حاجات. هنتكلم عن تجاوز مصريه ولا المانيه. هنتكلم عن ليه في ناس كتير جدا بتيجي المانيا وما بتنبسطش في المانيا، وانه السفر بره مصر بيبقى اصعب بكتير من مقصود. انه عامة يعني السفر بره مصر بيبقى اصعب بكتير من جوه مصر يعني، او حياتك بره مصر اصعب. فلو انت فاكر، ودي المشكلة اللي بتحصل مع ناس كتير جدا، انه بعد ما بيسافر بيكتشف ده. هو فاكر، هو حاطط في دماغه انه لا، لما هيطلع بره مصر الناس بقى هتقول له الحمد لله على السلامة، ده احنا كنا مستنيينك. ومفيش الكلام ده. بالعكس، انت هتبقى حياتك هتبقى اصعب، مش بس كلغة، كثقافة كمان، كتعامل، كشهاداتك اللي معاك مش قوية زي حد خريج هنا مثلا. خبرتك برضو مش زي حد خريج هنا، ما عدا بعض المجالات الطبية اللي بتبقى لو انت عندك خبرة في مصر انت هتيجي قوي جدا. الدكاترة بتبقى لسه صغيرة، دي بتبقى عندهم مشكلة، هو ما عندوش خبرة، ما عندوش لغة، ما فيش حاجة. طب انت يعني حياته بتبقى أصعب. بس برضه هنتكلم عن هي حاجة حلوة، حياتك أصعب، بس هي حاجة حلوة إن أنت بدأت بدري. طيب خلينا أول نتكلم عن الموضوع بشكل مختصر وسريع، عن موضوع تتجوز مصرية ولا ألمانية. هو احنا خلينا متفقين إن أفضل حد هيبقى مناسب ليك هو الشخص اللي فيه ما بينك وما بينه كيمياء. والكيمياء هتبقى بينك وما بين البنت، بنت بلدك، أحلى بكتير من أي جنسية تانية. مش عشان الجنسيات التانية فيها حاجة وحشة، لا، ولكن عشان الكيمياء، عشان الضحك، عشان الهزار، حد فاهم دماغك. حد لما تيجي تقول كوميك كده او حاجة حلوة تضحكوا انتوا الاتنين عليها، ده بيعمل روح حلوة. فالكيمياء لو مش محتاج تقعد تشرح هو ليه ده بيضحك، هو ليه ده بيضايق، هو ليه ده، ان الدماغ في كيمياء. اوكي، التغيير حلو ومطلوب ان هي تبقى مختلفه عنك، اكيد طبعا. بس يبقى في كيمياء ما بينك وما بينها. لو قدرت تعمل الكيمياء دي ما بينك وما بين حد تاني من جنسيه تانيه، من ثقافات تانيه، من لغه تانيه، اوكي، اكسبتد يعني، قشطه، اوكي. بس دي مش حاجه سهله انك تعملها. دي اول حاجه. تاني حاجه انك تلاقي حد بيشاركك نفس السكه او نفس الطريق، يبقى في حاجه مشتركه ما بينكم. ده بيخلي ال- لما يبقى، بص، هو يعني انا اسف ان انا ممكن اقول كده، فالناس تفكر في الموضوع بشكل نيجاتيف بزياده، او تشوف انه انت ازاي بتقول كده. بس الجواز يعتبر شراكه، هو شريك حياتك، شريك حياتك كانك بتفتح شركه. فلازم يكون عنده انترسه. انترسه يعني انترست يعني حاجات مشتركه ما بينك وما بينه، حاجات انتوا الاثنين بتعملوها سوا. عندكم حب السفر مثلا سوا، عندكم حب انكم تسعوا لحاجه حلوه، تبنوا حاجه حلوه، سواء عيالكم، سواء دراسات، كارير، مستقبل. كل واحد زي ما قلنا قبل كده انه لازم يبقى ليه حياته، اللي هو مش مستني حد تاني يجي يعمل له حياته. ولكن وانتوا الاتنين مع بعض حياتكم بتكبر اكتر واكتر يعني. في الطب في ادويه كده لما بتتاخد مع بعض بتعمل حاجه اسمها سينرجستيك افكت. جناو. يعني لو ده بيدي فعاليه 50% وده بيدي فعاليه 50%، الاثنين مع بعض مش هيدوا 100%، هيدوا 150%. فدي برضو واحده من الحاجات المهمه، من الحاجات اللي بتميزنا احنا كشعوب عربيه. احنا أصلة جدا، أصلة بشكل واو يعني. زي ما قلت برضو، ممكن أكون قلت في فيديو قبل كده إنه آم، حلو هنا ان ما بيقعدوش يتخانقوا يعني. ولد وبنت والله يتعرفوا على بعض، حبوا بعض، اتجوزوا، الدنيا تمام، خلاص، لا مش عارفين نرتاح، خلاص فركش. ده حلو، حلو، مش هنقعد نتخانق. انفصلنا مش هنقعد نشتم ونلعن في بعض، ودي حاجه وحشه جدا 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 عندنا، ويمكن منتشره بسبب السوشيال ميديا. هنا هو الحلو هنا برضو ان الناس بتعرف تحب بعض. يعني انت هتشوف ناس كبيره في السن بيحبوا بعض، ده حلو، ده جميل. اتعلم منه الحلو، خد الحلو اللي هو ايه، انك ما تقعدش تتخانق. والله احنا مكملين مع بعض واحنا مبسوطين، مش مكملين مع بعض واحنا متضايقين بنتخانق مع بعض كل يوم. احنا عندنا اصل ان احنا باقيين على العلاقات. دلوقتي ريسنتلي يعني الناس بقت بتستسهل انه يلا انفصال. فاكرين انهم لما ينفصلوا المشكله هتتحل، بل بالعكس، هي المشكله هتزيد اكتر واكتر. في كمان البنت المصريه جدعه اصيله، آه،
البنات المصريه اللي هي بتسعى في الدنيا وعايزه تشتغل، ده حلو برضو. هنا كل واحد حياته منفصله، يعني كل سواء ولد او بنت كله بيسعى، كله بينجح، كله بيشتغل، كله. والشغل زي ما قلنا برضو تاني في فيديو قبل كده، انه الشغل مش رفاهيه. الشغل حاجه زي الاكل والشرب كده، اللي هو لازم كل يوم الصبح انت بتصحى، بتتحرك، بتنزل، بتعمل حاجه بتخليك تحس بالانجاز. آه، ما ينفعش تسافر وزوجتك آه، ست بيت. ده مش حلو، ده مش حلو خالص. يعني في بلادنا العربية هنا لا، هنا هتبقى حرفيا كأنها محبوسة ما بتعملش أي حاجة، وده هيشدك أنت لورا بشكل ما، هيأثر عليك. هتبقى بترجع آخر اليوم هي ما عملتش حاجة في يومها، هي متضايقة، هي زهقانة، هي عايزة حد يتفاعل معاها. أنت عايز حد تقعد معاه، أنت حابب إن هو يقعد يتكلم معاك وأنت قاعد تتفرج على التلفزيون مثلا. والله ده أنا حصل معايا واحد اتنين تلاتة. خصوصا في الشتاء. هنا الشتاء امبارح دلوقتي الدنيا شمس جميله، الجو حلو جدا. ثانيه واحده، الجو على الرايق منه النهارده. امبارح اخر اليوم كده ابتدت تمطر ورعد، اللي هو يا جماعه ايه ده؟ في برد. الشاهد انك تلاقي حد بيشاركك الطريق صح، و وبس، ويبقى عنده حياه. اوكي، دي حاجه مش سهله، ودي حاجه احنا بنقابل مشكله معاها. كل الرجاله او الولاد والبنات اللي بيسافروا، خاصه الدول الاوروبيه، فرصه ان هم يتجوزوا بتبقى اصعب. مفيش كونكشن، مفيش كوميونتي تقدر تجمع الاثنين مع بعض، مع ان الاثنين ممكن يبقوا ممتازين وكويسين جدا. دي مشكله احنا كرجاله بنقابلها، واعتقد ان الفيميلز هتبقى عندها مشكله مع حاجه زي كده اكبر اكتر واكتر. نرجع بقى للنقطه بتاعت ان في ناس بعد ما بتسافر بتكتشف. والله هو مش بس يعني في الدول الاوروبيه وفي الدول العربيه، لو انت ما عندكش هدف او حاجه انت بتسعى لها بشكل كويس، بحيث انك توصل لحاجه قويه، هتبقى حرفيا بتضيع وقت. يعني بتضيع وقت بس. فانت لو مش بتسافر وانت حاطط بلان ان انت جاي تعمل حاجه معينه، جاي تبني حاجه قويه، جاي على الاقل جاي تعيش تجربه حلوه تنبسط بيها، ما تسافرش، خليك قاعد في مصر. لو هتسافر على تحت فكره انه لا، ما انا هناك هتغير، او هناك هو انت كده كده هتتغير. اوكي، يعني هي الظروف هتجبرك انك تتغير، وهتتغير، ممكن تتغير للاحسن او للاوحش، يعني على حسب انت اللي بتختار في الاول وفي الاخر. وتاني فكر في انك تعمل حاجه فاليبل، دي اهم حاجه. اوكي. طيب بالنسبه للحاجه الثالثه انا افتكرتها. انا طبعا من الناس اللي شايف ان الظروف المحيطه هي اللي بتحدد كل شخص. يعني ايه؟ يعني اذا كان الشخص ده كويس، ده بيعتمد على تاثير الظروف اللي حواليه. الشخص ده اتحط في بيئه كويسه هيبقى كويس، الشخص ده اتحط في بيئه مش كويسه هيبقى وحش. والصح ان احنا ما نروحش الشخص مش كويس نقعد نقول له انت مش كويس، انت وحش. وبغض النظر ان في ناس بتعمل كده علشان تحس ان هي كويسه من غير ما تعمل اي مجهود، ولكن يعني ده مش صح. اوكي، الصح هو انك تحاول قدر الامكان انك الناس اللي حاسه انها مش كويسه، انك تحاول تبقى معاهم كويس، تحاول تساعدهم ان هم يحسوا كويس فيتحسنوا. فاكتر ناس هيحبوك هم الناس دي، يعني الناس دي من صحابك. ولكن خلي بالك وانت بتعمل كده ان الناس دي تبهت عليك. ان احنا مش بنتكلم على ان حد مثلا بيشرب بيدخن او بيعمل او عنده عادات وحشه مثلا فيأثر عليك، لا. ولكن بنتكلم في فكره ان ممكن بس يبقى تفكيره نيجاتيف، او بيعمل مواقف مش لطيفه معاك، تأثر عليك بشكل ما، تخليك متضايق، فتروح تقعد مع ناس انت بتحبهم، تقعد تتكلم معاهم عادي جدا، ولكن تبقى بتشتكي ده حصل معايا واحد اتنين تلاته، ده الشخص ده صعب التعامل معاه، او انا مش عارف اتفاهم معاه. بدل ما كانت نيتها خير انك تحاول تشد الناس دي معاك للاحسن، الناس دي تشدك للاوحش بس. ودي حاجه برضو اخدت بالي منها في مصر،
الناس بتتلذذ في مصر انها تقول على بعض ان ده مريض نفسي، اللي هو يعني يا جماعه انتوا فاضيين؟ يعني كل واحد قاعد يعمل كلاسيفيكيشن ويكلاسيفاي ايتش وان، كل بني ادم على انه ده نرجسي، ده مش عارف ايه، ده ايه، ده ايه، ده ايه. ده ملوش معنى. يعني احنا سيبنا حياتنا وقعدنا بنكلاسيفاي البني ادمين، نحطهم في كاتيجوريز كده، اللي هو الناس دي مش عايشه. يعني انتوا الناس اللي بتعمل كده انتوا مش عايشين. انتوا الصح انكم يكون ليكوا حياه مهما كانت الناس حواليك بتعمل ايه او بتقول ايه. انت صباح الفل، انا مش شايفكم، انا على الرايق منه، انا مبسوط بحياتي، بعمل حاجه قيمه في حياتي. ابسط الحاجات دي انك تكون بتحس حلو بس اتجاه نفسك واتجاه الناس. خلينا لما نشوف ادريانو يقول لنا ايه رايه في موضوع البنت المصريه. راجل كبير بس صغير. جري وقفل على اتنين فجرة. طيب انا حاسس بايه؟ عارف انت شعور وقت العصريه يوم الجمعه وتاني يوم بكره الصبح عندنا مدرسه، اللي هو شعور احنا انبسطنا بس احنا بكره عندنا مدرسه وننام بدري ونصحى بدري. وزي الوقت ده كنا بنتفرج على قناة مثلا او سابق ولاحق على ساعة شباب المستقبل بتاعت سبيس تون اللي كانت بتيجي على القناة التانية. شعور جميل، شعور جميل وحلو، بس اليوم خلص. عليهم ولا الضالين. السلام عليكم. السلام. من أحلى الأحياء اللي أنا نفسي أسكن فيها جنب الجامع العربي. يمكن عشان لا، هو أنت لازم تشوف المنظر. يا الله، عندك جنب شتخاسنبان، جنبك كل حاجة، جنبك فعلا هنا كل حاجة. ربنا يوعدنا نلاقي تخصص، نعرف نحضر تخصص هنا. طيب احنا كنا محتاجين نتكلم بس عن ان زوجتك المستقبليه، او الخلاصه يعني ان زوجتك المستقبليه هي عباره عن تراكم للحاجات الحلوه عبر السنين اللي فاتت في حياتها، من اهلها، من خبرات، من تربيه، من مذاكره، من تعليم، من ميكس حاجات كتير اللي يطلع لك يعني هو اكيد ما ينفعش نقول الكلمه دي، الاند برودكت او الريزلت اللي بتطلع من الشخص بعد ما بعد فترة تربية، بعد فترة تعليم، بتطلع شخص حلو. وده اللي انت هتحتاجه هنا. يعني انت غصب عنك هتحتاج يبقى معاك حد يعتمد عليه، حد قوي، حد تعرف تعمل معاه حياة حلوة. عارف انت الارفاعونج، الخبرة، انك تلاقي الشخص اللي عنده خبرة سنين، خبرة من تربية، من مواقف، من تعليم، من حاجات هو مر بيها في حياته، خليته شخص ناضج أكتر، ناجح أكتر، ماتيور أكتر، مهتم بنفسه أكتر. ده اللي هيكون مناسب معاك في السفر، وده مهم. زوجتك هي صاحبك اللي هيبقى معاك في كل حاجة في حياتك. كان في أمثلة كتير جدا على فكرة إنك تختار صاحبك، حد في كيمياء ما بينك وما بينه، انتوا الاثنين support each other، support، كل واحد بيسبورت التاني. بس احنا الفيديو النهارده اليوم فيه تصوير كتير، فخلينا نشوف الحوار ده بس كنا هنعرف نمنتج. انا مش عارف همنتج ده ازاي حقيقي، ما عنديش فكره انا همنتج ده ازاي،
بس هو كده كده ايا كان الريزلت اللي هتطلع هي هتطلع.